نادي الأهلي نادي كبير، يعني من المدرب اللي راح يرفض يعني عرض من نادي الأهلي؟ صحيح أنه نادي الأهلي نادي يعني من أحسن الأندية، ويعني ودائما هو مرشح أنه يفوز يعني وينافس يعني على البطولة الإفريقية، ويستاهل أنه دائما يكون يعني فوق. إن شاء الله أكيد سأكون سعيد جدا يعني للتواجد يعني في دكة تحتيات الأهلي. أكيد. العموم نادي الأهلي نادي كبير، ويبقى دائما يمكن هو رائد الأندية العربية، باعتبار أنه فايز بثمان نسخ إفريقيا. والإمكانيات اللي موجودة في نادي الأهلي إمكانيات اللي هي كبيرة جدا، جماهير كبيرة، لاعبين مميزين. أنا أظن أنه يعني من الصعب على أي نادي يعني عربي أو لا إفريقي أنه يعني يحطم حتى هذه الارقام اللي وصل لها نادي الاهلي. ودائما يمكن هذه السنه هذه استثناء، انه الوداد يعني بامكانيات يعني لا باس بها، متوسطه الى لا باس بها، اننا استطعنا اننا نفوز باللقب الافريقي. آه، يعني يمكن استغلينا اشياء يمكن مهمه جدا في المجموعه، في التركيز، في القتاليه، يمكن في الانضباط التكتيكي كان يمكن افضل بالنسبه لنا، وهذا اللي خلانا اننا نفوز بالبطوله الافريقيه. ولكن دائما تبقى انه هناك كثير من الانديه اضافه الى الاهلي المصري، انديه في تونس يعني بالامكانات اللي موجوده عندها يمكن ان تبقى دائما يعني مرشحه دائما تفوز في اي سنه باللقب الافريقي. بالنسبة للزمالك يعني لم أتلقى عرض اللي هو رسمي. كان هناك كلام عن طريق يمكن أحد الوسطاء، كان هناك كلام، ولكن عموتا لا يمكن أن يدخل في مفاوضات مع نادي، لأنه أنا ما زلت على ذمة نادي الوداد إلى غاية 30/6 من هذا الموسم. وما بين قوسين يعني هذا هو الواقع، وهذا هو اللي موجود الآن. لكن يمكن هناك احتمال أنه يكون هناك فراق ما بين عموتة وما بين الوداد، باعتبار أنه يعني دخلنا في بعض المشاكل والمتاهات يعني اللي صراحة لا تخدم مصالح الفريق. وبالتالي ممكن بعد أسبوع أو 10 أيام أنه عموتة يكون غير موجود. يعني هذه هناك إمكانية، وفي وقتها يعني ممكن عموتة أنه يعني يتفاوض مع أي فريق. ولكن أنا أحترم يعني نادي الوداد جماهيريا والمحبين ديالو. وأنا ملتزم يعني لحد الساعة يعني بالعقد ديالي. بالنسبة للمنتخبات العربية في المونديال، والله أنا يعني أتمنى أنه على الأقل أحد المنتخبات أنه يعني يمر للدور المقبل. هي المهمة لن تكون صعبة ولن تكون سهلة في نفس الوقت. يجب على جميع المنتخبات أن تتعامل مع الظروف، مع الإمكانيات الموجودة عندها بذكاء، يعني الاختيار التكتيك الصحيح، يمكن الانتباه لجزئيات كبيرة، والإيمان والثقة اللي المفروض أنها تكون حاضرة في جميع المنتخبات. الثقة ما بين اللاعبين، ما بين الأطر التقنية واللاعبين والإدارة، على أساس أنه حتى ولو أنه في بعض المقابلات نقولوا يمكن نسبة الفوز بالنسبة للمنتخبات المغربية النسبة اللي هي قليلة، يمكن تكون 10 25 30%، ولكن يجب الإيمان على أنه كرة القدم يعني لا تعترف يعني من هو الأقوى على الورق، ولكن تعترف من هو الأقوى في الملعب. والأقوى في الملعب ممكن الجانب الذهني اللي فيه واحد مجموعة من الإمكانيات ديال القتالية، التعاون داخل الفريق، الحضور الذهني، التركيز العالي، الحماس الحاضر، الانتباه للجزئيات، يعني التركيز في جميع الجزئيات البسيطة. هذا كله ممكن أنه يعطي فرصة أنه المنتخبات العربية أنها تكون إن شاء الله وتفوز في بعض المقابلات. وشكرا حبيبي، تحياتي.